أهلا بكم أعزائي المشاهدين والمتابعين لقنوات ميلا ثابت. والمستشار حابب ياخد بطولة، وعشان كده بيقول عايز حكام مصريين. عيب عليك يا اسماعيل، ده من دور عيالك. تعالى بس ارفع لي البنطلون اعمل معروف. طب نسمع كده البطولات ازاي بتروح لنادي الزمالك. ويا ريت قبل ما ندخل في الفيديو ما تنساش دعم القناة باللايك والشير، وكمان ما تنساش اذا ما كنتش اشتركت في القناة تعمل سبسكرايب. ابقوا معنا واسمع الحوار الظريف ده. انا هكلم حضرتك بمنتهى الصراحه. ايوه بالظبط. مصطفى منصور برضو حريص جدا نادي الزمالك باللي بيتقابل نادي الزمالك بالمشاكل الكتيره اللي قابلت المستشار مرتضى خلال الفتره اللي فاتت دي. حابب جدا ان هو ياخد بطوله، فبرضو بيقول انا عاوز حكام مصريين. انت فالح. الله العظيم. ايه اللي ربط يا حاج ثروت المشاكل اللي موجودة بان البطولة لازم يلزمها حكام مصريين؟ يعني هو النادي علشان عنده مشاكل يلزموا بطولة يجيبوا حكام مصريين؟ طب ما ياخد البطولة بحكام أجانب. يعني ايه اللي ربط الحكاية دي مع بعضها؟ عرفنا بقى السنتين اللي فاتوا ازاي الزمالك اخد البطولة، اخد بطولة الدوري السنتين اللي فاتوا. واكيد كتير بيتساءل معايا زي ما انا بتساءل بالظبط، ايه علاقة ثروت سويلم بالسيادة المستشار؟ ايه العلاقة اللي ما بين ثروت سويلم وسيادة المستشار علشان يقول التصريح ده ويقول لك في الاخر ان هو ايه علشان ياخد بطولة عايز حكام مصريين؟ وغير كده وكده برضه لما جه في الربط يطلع لك تصريح يقول لك احنا خايفين على الزمالك اللي هو بيمثل مصر في البطولة العربية، ان هو عايزين نعمل ايه، نساعده نأيد له لعيبة. نشوف كده تصريح ثروت سويلم ونستغرب على العلاقة دي يا والي. نقرأ مع بعض في القاهرة. موقع القاهرة بيقول لك ثروت سويلم ندرس فتح القيد مبكرا للزمالك قبل البطولة العربية والفريق الأبيض في محنة ويجب دعمه. نكمل. قال ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة أن نادي الزمالك سيمثل الكرة المصرية في البطولة العربية والتي سيكون فيها منافسة قوية وشرسة مع فرق قوية، مشيرا إلى أن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات دائما يدعم الفرق والمنتخبات في البطولات الخارجية. تصريحات ثروت سويلم. وأضاف سويلم في تصريحات تلفزيونية: تحدثت مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة لدعم أي نادي يشارك في بطولة خارجية، ولم نحدد موقف فتح باب القيد مبكرا لنادي الزمالك قبل البطولة العربية، والفريق الأبيض يعيش في محنة والواجب علينا دعمه بقوة في المرحلة المقبلة. طب أنا هسأل سؤال، هو الأهلي لما كان بيشارك في بطولة أفريقيا وما زال وصل لنهائي أبطال دوري أفريقيا، هو ما حدش ليه قال ان هو نقدم ليه الدعم؟ ما حدش قال التصريحات دي وقلنا ان هو بيمثل مصر وهو اصلا اللي رافع اسم الكرة المصرية في المحافل الدولية وهو اللي بيحقق البطولات، وانت دلوقتي عندك فريق بتدافع عليه كان في بطولة افريقيا الحصالة
لما نشوف يا عم هيعمل ايه كمان في البطولة العربية. يعني انت دلوقتي الاهلي كان بيطالب بتأجيل مباريات ليه، وبرضه كان الاتحاد بيوافق على حاجة وما يوافقش على حاجة، ومحدش قال نقدم الدعم. زي موضوع برضه لما يكون في المنتخب وياخدوا من الاهلي اللعيبة بتاعت الاهلي ويلعبوهم في المنتخب، ويقولوا حتى لو كانت بطولة ودية، ويقول لك ان الاهلي يلعب بدون الدوليين. وحصلت قبل كده في كأس العالم للأندية وفي بطولات مختلفة للأهلي. يعني ليه دلوقتي لما الزمالك عايز بقى يشارك في البطولة العربية عايزين له كل الدعم، وعايزين نأيد له ما نأيدلوش والكلام ده؟ يبقى ايه العلاقة؟ أظن بعد كل ده وفي نهاية الفيديو أكيد عرفنا إيه هي العلاقة. كلنا عرفنا. أنت عرفت، أنت يا أخ ما عرفتش. طب أنا أقول لك على حاجة تخليك تعرف جامد وتتأكد. اسأل الصول زكريا. لا يا سيدي مش ده. أيوه هو ده. مع إن تخيل إنهم هما الاتنين فيهم شبه كبير من بعض، وفي الآخر يبقى الأهلي منتصرا والأهلي فوق الجميع. وما تنساش زي ما قلنا يا ريت دعم القناة، اللي ما اشتركش يشترك يعمل سبسكرايب ويفعل زر الجرس، ويا ريت نعمل لايك لو عجبنا الفيديو، وما ننساش نشير الفيديو. سلام.